أعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خطة متكاملة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والتشخيصية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1437 من الهجرة، ترتكز على تدعيم كامل الطاقات الآلية والبشرية والطبية والتمريضية والسريرية، بما يحقق توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى توفير الخدمات الطبية المتكاملة لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان. بداية، مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يعد من الصروح الطبية المهمة في القرى، ويضم كافة التخصصات الطبية ومدعوم بالكوادر الطبية المختصة، وتعتمد الخطة على إعادة توزيع القوى العاملة بالمستشفى مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والأقسام الحرجة، مع زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات، مع وجود الدعم من القوة العاملة من وزارة الصحة، وكذلك زيادة السعة السريرية بالمستشفى. الخطة على أسس علمية وتجارب سابقة من خلال الاستفادة من تقارير السنوات الماضية، وذلك بتدعيم الإيجابيات وتلافي الملاحظات في تدعيم الخطط اللازمة وللتعامل مع الأمراض الشائعة في الحج، وخاصة الأمراض الوبائية، حرصا على سلامة المرضى من الحجاج، والعمل على تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لهم بما ينسجم مع ما توليه القيادة الحكيمة من عناية فائقة بضيوف الرحمن، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع تمنياتي لضيوف بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، والعودة إلى بلادهم بأمن وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعد الخدمات الطبية بالمستشفى ركيزة مهمة في مستوى الأداء الطبي من خلال ما تقدمه من خدمات مختلفة. مستشفى النور أحد مستشفيات صحة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة لتقديم خدمة صحية راقية لحجاج بيت الله الحرام، وهذا الحقيقة يبدأ استعداد موسم حج كل سنة بعد موسم حج المنصرم مباشرة، بدراسة أولا جميع السلبيات والإيجابيات المتحققة في الموسم الفائت، ومحاولة تلافي جميع السلبيات التي حدثت في الموسم. عندما نتحدث عن حج ومرابطة حج فنتكلم عن طوارئ، وأساسا الطوارئ هي واجهة المستشفى الأساسية. لدينا فيها 73 سرير مجهز تجهيز كامل لاستقبال جميع الحالات الطارئة من إصابية، ولا يفوتنا أن ننوه لدينا أيضا مركز متخصص لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، يستقبل جميع الحالات الإجهاد الحراري والتعامل معها بالعرف الطبي. لدينا كذلك عناية مركزة، لدينا 65 سرير مجهز تجهيز كامل لاستقبال جميع حالات العناية المركزة والحالات المحولة من صحة مكة للحالات التخصصية. أما غرف العمليات فنحن نتكلم عن 12 غرفة عمليات جاهزة تعمل بنظام الشفتات 12 ساعة طوال فترة المرابطة. هناك قافلة نسيرها كل سنة عبارة عن باصات تتحرك عن طريق مستشفى النور، تحمل جميع المرضى المنومين الذين حالتهم تسمح بالنقل لأداء مشاعرهم وإكمال مشاعرهم وإكمال حجهم بالطريقة آمنة، عن طريق طاقم طبي يرافق جميع هذه الحالات من المستشفى يوم 9 إلى عودتهم في نفس اليوم بعد غروب شمس يوم 9. هناك دور أيضا يسعني ذكره في هذه المناسبة، وهو دور مكافحة العدوى. الحقيقة دور مكافحة العدوى يبدأ مبكرا، أولا بعملية تطعيم لجميع الكادر الطبي في المستشفى، وكذلك عمل اختبارات دورات لمكافحة العدوى الأولية. من ضمن شروط حج هذا العام أن يكون جميع العاملين في الحج لديهم شهادة إكمال دورة الأساسيات مكافحة العدوى، ودورهم أيضا كذلك لحالات
الاشتباه الحالات كورونا، اشتباه حالات الدرن، اشتباه حالات المعدية بصفة عامة، ويتم التعامل معها عن طريق العزل. هناك لدينا أكثر من غرفتين عزل في الطوارئ، وأكثر من 14 غرفة عزل ضغط سلبي وضغط إيجابي موجودة في القسم للتنويم. ويتم التعامل مع حالات المعدية مع التعاون مع الزملاء في مكافحة العدوى عن طريق الشؤون الصحية، وبالتواصل مع الأخوان في التبليغ عنها لدولة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وشكري جزيل أولا للزملاء في الإعلام في مكتب الإعلام لدورهم الكبير لإبراز ما يقوم به مستشفى النور من جهود لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ونتمنى حجا صحيا سليما لضيوف بيت الله الحرام، وشكرا جزيلا. وتعمل الخدمات المساندة جنبا إلى جنب مع الأقسام الأخرى بالمستشفى، حيث تنفذ العديد من الخدمات التي تساهم في توفير الرعاية للمرضى. بالنسبة لتجهيزات إدارة الخدمات المساندة لموسم حج 1437 تنقسم إلى شقين، شق داخلي وشق خارجي. فيما يخص الشق الداخلي تم تجهيز الأجهزة الطبية التي تقدر بحوالي 7000 جهاز طبي بالمستشفى، كما تم إعداد خطة شاملة للحراسات الأمنية ونقاط الدخول وإدارة حشودها في حال لا سمح الله الكوارث أو غيره، ونسأل الله لطف للجميع. بالنسبة لمحبط الطائرات تم استعداد مبكرا وتجهيز الموقع من جميع وسائل السلامة والإضاءة وعملية النقل سواء بعربات خاصة من وإلى المهبط في حال وصول حالات، ويمكن المهبط استقبال حالة أو حالتين في نفس الوقت. وفي النهاية نسأل الله التوفيق لنا جميعا بخدمة المرضى وحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع الخدمات والرعاية الطبية لهم، وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. وللرفع من مستوى الأداء والاستعداد لكافة أقسام المستشفى لمواجهة الكوارث والأزمات لا سمح الله طوال العام، عمل الفرضيات لمواجهة الكوارث داخليا وخارجيا، والتي تعمل على تهيئة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية على أعلى المستويات. نحن مستشفى النور التخصصي نعتبر من أكبر المنظومات الصحية في منطقة مكة المكرمة. في هذه الأثناء نتعامل هنا مع حالة وجود حريق أو فرضية وجود حريق خارج المبنى، ونستقبل حالات المنطقة هنا، هذه المنطقة الحرجة هنا. نقوم على مدار الساعة بعمل دورات توعوية ودورات تنشيطية لجميع الكوادر الطبية، بالإضافة إلى الفرضيات بحيث الوقوف على جميع النقاط السلبية ومحاولة تفاديها في المستقبل بأقرب وقت ممكن. نتمنى إلى حجاج بيت الله الحرام بأن يتقبل الله منهم حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.